ما دام فيه ذان، بص يا صديقي العزيز، اما تجيلك ذان في جمله يبقى انت عايز حاجه من اللي هقولهم لك دول. اما ان الصفه تكون صفه قصيره فانت عايز فيها اي ار وتشتغل عليها تولر بيجر، او اما ان الصفه تكون طويله، صفه طويله فحضرتك تاخد معاها مور او لس، او ان الصفه تكون irregular يعني شاذه زي جود فهتقول لي بيتر، تمام، زي باد فهتقول لي worse، زي فار فهتقول لي farther، تمام. وطبعا الاثنين الاولانيين هم الاكثر تواجدا. خلاص يبقى لما تلاقي كلمه ذان في الجمله فكر في ده. طب خلاص يا مستر، هو الراجل بيتكلم عن كلمه intelligent. intelligent صفه قصيره ولا طويله؟ طويله يا مستر. يبقى احنا عايزين الحاله دي، الحاله دي اللي فيها مور او لس. خلاص. طيب هنا ذا موست، اقول له ما ينفعش ذا موست لان في ذان، ما ينفعش مقارنه مع تفضيل. طب مور انتليجنت، هي دي مور انتليجنت. طب ليست ده تفضيل ما ينفعش معايا. طب انتليجنت لوحدها ما ينفعش عشان ذان، انا عايز مقارنه. يبقى مور انتليجنت ذان يعني اكثر ذكاء منه.